وهي إلى نظام الحكم قبل غيره. إننا نخاطب ملك البلاد مباشرة، ونعلم أنه سيسمعنا وتصل إليه رسالتنا من دون واسطة مخابرات وتفسيرات تقاريرهم أو تقرير مستشارين يرفعونها بعد قليل. فنقول لملك البلاد: اتق الله في شعبك، فقد أرهقتنا بمظاهر مراعاة التجمع الدولي على حسابنا كأمهات وبنات، فأنت تسمع وترى مشاكل البلاد وتترك غيرك يتصرف بمزاجه في ملفات البلاد الشائكة. فيورطك ويورطنا. إننا كنساء نراك تراعي الأمريكان والأوروبيين أكثر من مراعاة شعبك، كما نراك قد انعزلت عنا في قصرك، فلا نراك إلا عبر التلفاز في مقابلاتك المسلسلة في قصرك المنيف، ولا نراك في الشارع بين شعبك وناسك. ومن وثق فيك وصدق مشروعك الإصلاحي واعتمد ميثاق العمل الوطني الذي أصبح تاريخا لا واقعا. أيها الملك، إننا لم نعد نطلب منك مطالب بعض رجالنا وجمعياتنا السياسية اللينة البسيطة بتحسين المعيشة وبيوت الإسكان ورفع الرواتب. لا، فقد تغير الحال بتغيير الأحوال من حولنا، فأصبحت مطالبنا لا تنظر إلى فتات الموائد. فنحن نعلم أننا دولة ريعية أكبر مداخيلها من النفط والصناعات التحويلية، ونعلم أن الدولة قد حاولت وسعت إلى تنويع المداخيل عبر السياحة والاقتصاد، وأن الاقتصاد هو الذي جعلكم توقعون على اتفاقيات انتزعت منكم السيادة الوطنية لحساب شركات عالمية عابرة القارات ورؤوس أموال متبوعة وأسرع معلومة. لكننا نشهد اليوم هجرة عكسية لرؤوس الأموال إلى دول الجوار لفقدان الأمن والاستقرار بسبب تسويف الحلول الجذرية لمشكلتنا السياسية، بسبب انتظار الإذن من البيت الأبيض الأمريكي أو المجتمع الدولي. السبب الأول لأن حكام العرب صادروا الحريات والكرامة الإنسانية، فلم يشاركوا شعوبهم في صنع القرار المصيري أو الاستراتيجي وعاملوهم معاملة العبد والأسير. والثاني لأن حكام العرب استعتروا بالثروات وخيرات البلاد وما أعطوا شعوبهم إلا الفساد، وكأنهم يتصدقون عليهم بثرائهم ومكروهاتهم. فتحولت الأوطان وكأنها مزارع خاصة. والسبب الثالث هذا الانبطاح وهدر الكرامة الإسلامية والقومية والوطنية للقوى الكبرى وعلى رأسها أمريكا، فصارت الأوطان حقل تجارب ومداخل لأهلها باسم التجارة الحرة ومكافحة الإرهاب، حتى قضى صعبا على الشعوب الإسلامية أن تفرق بين عدو وصديق وبين توجهات الدولة العظمى وتوجهات الحاكم. وهل الحاكم في خندق العدو ضد شعبه أم مع شعبه وأمته ودينه؟ بهذه الأسباب أيها الملك صارت الشعوب وسقطت في سنة واحدة أكثر وأكبر 5 دكتاتوريات عربية
أننا وإياكم في سفينة الوطن الواحد. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نحن وإياكم نطلب بالإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ولا يكون الإصلاح على أجندتكم الصفوية، بل إصلاح سياسي يتوافق مع كافة مكونات أطياف الشعب، وعلاج الاختلال الواضح في إدارة الدولة بتعديل الكفاءات لا الولاءات، وتعزيز حقوق المواطن المؤدي إلى حفظ الكرامة